واش ربيت. انا ما نخاف لا من قوانين لا والو، نطلق بنتي ونطلق برتي وعلى بالي واش ربيت وعلى بالي مع من راني متزوج. تفضل خويا، اسمح لي اديت لك من وقت. جزاك الله خير. يعني أنا فهمت من كلام الأخ سيد أحمد أن هذا القوانين قلة تربية مش حرية. لماذا؟ لأنه وش راه يقول؟ باللي أنت تعرف وش ربيت، إذا بنتك لن تخرج بغير إذن الولي. معناها إذا خرجت بغير إذن الولي هذا قلة تربية وليس من الدين. طيب إذا كان قلة تربية وليس من الدين، علاش نسموه حرية؟ علاش أنا شيء لا أنا سبحان أسميه الله، قلة لا لا اسمح تربية. لي، انا والله ما قلة حبيت نقاطعك، بصح لا تقولني ما لم اقل. لا لا تقول، انا قلت لك نربي بنتي ومرتي على الدين، ما قلت لكش انا نربيهم على القانون. انا شكون قال لك نربيهم على ما القانون؟ قلتش أنا تربيهم على القانون يا أخي، أنا لا قال ما لا، انت قلت. راك تقولني ما لم اقل. لا لا ما لا قلتش، أنت ما سمعتش مليح برك، اسمع برك، لا، أنا ما قلتش هذا الكلام. انت قلت بانه بناتي ومرتي لا مثلا. لا ما قلتش وش هذا، قلت؟ ما قلتش. عاود وش قلت؟ راح نعاود لك، اسمع. تفضل تفضل، روح هذه نسمعك. انا فهمت من مداخله سيد احمد انه راح يقول اللي اسمعوا مليح يا اخوان، يعني من تخرج ابنته من بيته بغير اذنه هذه من قله التربيه. لا صح ولا لا؟ لا 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 لا. من أيه. قلة الدين، ماشي من من قله قلة الدين. التربية، من طيب قلة الدين. من قلة الدين، جزاك الله. لأنه أيه. المرأة والبنت تخرج بإذن ولي أمرها، اللي جميل. هي تمتثل للقانون. ربي سهل عليها، وش دخلني فيها أنا يا طيب أنت؟ وش خلاص ربيت؟ خلاص هذا خلاص، معناه. من قله الدين. طيب هذا الشيء اللي لا تقولني ما لم ما أقل. قلت يا سيدي احمد، انا ما قولتكش، يعني اسمعني برك، الله أيوة، يجزيك بارك خير. الله فيك، بارك تفضل الله فيك. تفضل اسمع، انا ما قولتكش برك، انت ربما تفضل ما تفضل سمعتنيش تفضل. مليح. طيب سيدي احمد يقولنا هذا من قله الدين. هذا الشيء يا سيدي احمد اللي من قله الدين تقولوا اتفاقيه صيداو اللي انت تسميها حريه. فهل هذه الحريه اللي انت تسميها حريه من الدين ولا من قله الدين؟ حل هذا هو محل جاوبك النقاش. مانيش. النقاش انك انت تزكي فيه وتقول علاش ما ندعموش المراه، ندعموها في قله الدين ام ماذا؟ انا باغي نفهم فاش ندعم المراه في قله الدين تخرج بدون ولي. هذا الصيداو حريه واش قله دين؟ هذا الذي نريد ان نفهم. تفضل. لانه كاين اباء وازواج مرته تقدر تنقذ المجتمع. يا رب العالمين، مرتك طبيبه ولا مرتك انا نعرف وحده اول مره راح نذكرها يا خوتي، وهذه سجلوها. بني مزاب طحاحنا، بني مزاب طحاحنا. على بالك بني مزاب انجبوا عبقريه واسمها عباس عائشه. هذه عبقريه قسما بالله. والله لو القانون هذا كان في 2003 ولا 2004 هذاك الوقت ولا 2005، قسما بالله هذا العبقريه عباس عائشه، اشفوا مليح على هذا الاسم وبحثوا عليه في بريان ولايه غردايه. عبقريه لم يشهد لها يا رب العالي وين تبان مع هذو اللي جابوا الباك، وين تبان. قسما بالله روحوا حوسوا على هذه عباس عائشه واسالوا عليها. هذا القانون هذا يحمي امثال هذه عباس عائشه، ويحمي امثال هؤلاء العباقره اللي يضطهدوهم كما الطحاحنه تاع بني مزاب، وكما الناس اللي الهوايش الزوايل اللي يضطهدوا المراه وما يخلوهاش تثبت. على بالك باللي القانون هذا على بالك يخدم العباقرة من النساء، ما يخدمش العاهرات، لأنه أصلا العاهرات والخامجات ما يحتاجوش قوانين. العاهرات والخامجات يا ودي ما تحتاجكش أصلا العاهرة وش تحتاج؟ قانون العاهرة تحتاج أنه تقول لها تنقلي وعندك الحرية؟ ما تحتاجش. على بالك شكون اللي تحتاج القانون؟ المرأة مسكينة المضطهدة العبقرية اللي متربية في بيت محافظ تحت يد ناس يعني مسلطين عليها. يا أيتها المرأة، أنا ننصحك أيتها المرأة العبقرية، إذا راكي مضطهدة اتصلي بالشرطة. إلى عندك صح وش تقدمي للمجتمع وراكي تشوفي بأنك مضطهدة وممنوعة من دخول الجامعة، أنا ننصحك في هذا اللايف شحال فيه 3000 بنادم، اتصلي بالشرطة الآن في هذا اللايف هذا. روحي اتصلي بالشرطة، عيطي الآن للشرطة وقولي لهم بابا مانعني أني نمارس حقي أني ندخل للجامعة ونبرز الموهبة نتاعي في العلم. لأنه أصلا هذا القانون جاء لأهل الرياضيات وجاء لأهل الفيزياء
وجا أهل العلم الاجتماع السيونس اكزاكت للعلم الدقيق، وجا للناس العباقرة، ما جاش العاهرات ما يحتاجوش القانون هذا. والله يرحم باباكم كتبوا لي في التعليقات العاهرات يحتاجوا القانون هذا. يا ودي انتيا في التعليقات، واحد كتب لي في التعليقات، نزيد لك هذه برك، كتب لي باللي كلامك شعبوي. اللي يكتب كلام شعبوي خاوتي روحوا بلغوا عليه، هذا بالك تلقاه حاجز اختو. قسما بالله هذو الناس اللي يشوفوا بانه الشعبويه انك تعطي حريه. يا ودي انت الى اختك عاهره، الى اختك عاهره معليش طبق عليها القانون تاع الامم المتحده. مصح لي للاسف والله العاهره ما تحتاج القانون هذا. ونتحداك يا ابو القاسم، ونزيد لك حاجه ابو القاسم وتفضل. البنات اللي يهجروا من الجزائر، اللي يهجروا من الجزائر في البوطيات ويروحوا للضفه الغربيه، طيب معليش وش يقولوا لاسبانيا وفرنسا؟ وش يقولوا لهم؟ طيب انت راكي جيت تطلبي لجوء، وش اللجوء نتاعك؟ انا راني مضطهده وراني مراه وما كانش حريه المراه وما كانش حقوق المراه. اوكي، وش ما عندكش حق في الجزائر؟ ما عنديش حق اني يكون عندي بوي فريند. لا اسمحي لنا، في الجزائر راهم خلاص داروا قانون باللي يقدر يكون عندك صاحبك. سقلاب انت توافق انه الطفله يكون عندها صاحبها؟ على بالك باللي دركا شوف في تعليقاتها كيفاش توافق انه الطفله يكون عندها صاحبها؟ يا طحان انت الى بنتك ولا عندها صاحبها انا وش قودني؟ انا تربيتك انت يا طحان، تربيتك. انا المهم المرأة الجزائرية ما تديرش لجوء في اسبانيا وفي فرنسا. اوكي، عندك الحق تديري صاحبك في الجزائر، اوكي، القانون يحميك تباتي مع صاحبك في الاوتيل. وش دخلني فيك؟ تربيتك انت بنتك ولا عندها صاحبه، انا وش دخلني؟ انا المهم بنت الجزائر طيب ما تروحش تدير لجوء في اسبانيا وفي فرنسا. تفضل تفضل، اسمح لي ديت طيب جزاك الله. شوف يا سيد أحمد، أنا كنت أنتظر منك تقول لي أن هذا الفعل خروج بغير إذن الولي وتغيير المسكن بغير إذن الأب أو الزوج أو كذا هذا ليس من الدين، وأنت قلتها والحمد لله، هذا شيء جيد، هذه نقطة تحسب لك. بعد ذلك انتظرت أنك تقول لي أن هذه الاتفاقية سيداو مصادمة للدين وبالتالي ليست بحرية، هذه إنما هذا فساد وليس حرية. هذا الكلام الذي انتظرته منك، أنك تقول لي الكلام الذي قلته في الفيديو أنها حرية وأنهم يسربون في الحرية، هذا كلام غير دقيق، إنما أنا ربما قصدت أشياء ولكن عبرت عليها بأشياء أخرى. بالنسبة للمثال اللي ذكرته عن هذه الأخت عباسي عائشة، الله ييسر أمورها، عباس. طيب أنا نجيب لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة. سأل بنته صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة ما خير الأعمال للمرأة؟ فقالت: ألا يراها الرجال ولا أبو القاسم دقيقة نقول لك واحد الكلمة مليحة عليك. قالوا لي هنا في التعليقات راك طحت في مول الفول. والله أعتز بأبو القاسم، صديقي الغالي، يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لا أن يجري الحق على لسانه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجري الحق على لسان أبو القاسم. هيا باش تبرد. اللهم امين. الله الله يهدينا جميعا. لا يا اخوه، كلنا يعني نبحث عن الحق. اليوم نتناصح وغدا ينصحنا واحد ثاني وهكذا، يعني اللي يظن انه لا يخطئ ولا ينصح هذا رجل فيه كبر. طيب فاطمه رضي الله عنها ماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لها: لا يراها الرجال ولا ترى الرجال. قالها: والله انك لبنت رسول الله. فاحنا لما نقتدي بالناس الاكمل، مش معناها ان باقي الناس مش ملاح، لا، ربما هذه أخت فاضلة اللي ذكرتها أنت قبل قليل وكذا، لكن لما نقتدي بأكمل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وزوجاته. فهذا المسلم يتربى على هذا الأمر. لماذا؟ أنا لما نقتدي بأفضل الناس ولا نقتدي بمن هو دونه؟ حتى لو كان أفضل مني ما نقتديش إلا بأفضل الناس وهو النبي وأصحابه. أما بالنسبة لهذه الأخت، على فرض أنهم ظلموها، أنا ما نعرفش القصة لكن أنت قلت لي ظلموها، هذا ما عندوش علاقة بالولاية. لماذا؟ لأن كثير من الآباء يظلمون أطفالهم، يضرب ولده صغير وكذا، وانتشرت فيديوهات الواحد يضرب ولده وكذا ويؤذونهم وكذا. هل معناه نقولوا نسقط ولاية الأب على أطفاله؟ هذا كلام ما يقوله عاقل. فبالتالي الظلم اللي يقع على المرأة من بعض الناس اللي مرضى أو بهم شيء لا يعني سقوط الولاية، إنما يعني أن هذه الحالات يجب أن تعالج على حدة.
ولهذا احنا نقول لو كانت الشريعة الإسلامية لما كانت هذه الأمور، لكن ماشي لأن هناك ظلم أسقط ولاية الرجل على المرأة فنقع في مشكلة أكبر وظلم أكبر. هذا تقريبا هذا بعض الرد الخفيف على ما قلت. بالنسبة للي يمشوا لفرنسا ويمشوا لأوروبا من النساء وكذا، ايوه هذا بارك الله. موضوع هذا موضوع فيه كثير من المعطيات، موضوع شائك يتعلق بالوضع الاقتصادي في الجزائر، يتعلق بظلم هذا الحكام للشعوب، يتعلق باشياء كثيره، لكني ادين الله بشيء واقول انها لا يجوز لهذه المراه ان تسافر بغير محرم الا اذا كانت مضطره. والاضطرار يعني تخشى على نفسها الهلاك، مش يعني شيء اضطرار مثلا ما عندهاش مثلا راتب ثابت او شيء، تخشى على نفسها الهلاك او تخشى على عرضها او تخشى على اطفالها او مثلا عندها مرض قاهر تحتاج تروح تعالج. لكن هذه اللي عندها مرض قاهر او شيء تدي فتوى خاصه، مش نروح للعلن نقول للعلن روحوا بدون محرم، لا، هي وحدها من دون المسلمات تروح من دون بدون محرم. الفقهاء عندهم شيء اسمه فتوى يعني على العموم، وشيء تسمى الفتوى الخاصه، يعني انت نفتيك يا فلان كل الخنزير. لماذا؟ لك انت قلت لي كنت في حماده، يعني كنت في صحراء واوشكت ان اموت، مش معنى نخرج في بث نقول للناس عادي اكل الخنزير شيء جيد. فبالتالي يا سيدي احمد احنا باش نخرج بثمره. الكلام اللي قلته خطير في الفيديو، العلمانيين يتلقفونه. العلماني لما يفتح فيديو وش يقول للناس؟ سيده وحريه. سيد احمد انت قلت للناس نفس نص العلماني، حتى لو انت ما تقصدش، ربما اللي يتابعك من القديم يعرف انك لا تقصد، لكن كلامك لو يتلقفوا اي واحد جاهل يولي علماني فعلا. الله ينورك، وضح الله ينور، الله يبارك فيك. كلامك ان الامم المتحده راهي هي اللي تعطينا الحريه، ومدحك لهذه الاتفاقيه وانها في صف المراه وحقوق المراه. وكما قلنا الاتفاقيه هذه كما وصفتها انت ليست من الدين لان فيها قضيه الولي. وجزاك الله خير، تفضل. الله يبارك فيك ابو القاسم. والله يا خوتي غير هذا الانسان احبه في الله صراحه، عنده ادب، عنده طريقه في الطرح، عنده موضوعيه، عنده اجابه على يلم بكل الاسئله اللي طرحتهم له، ومن بعد يجاوبك ما يتهرب ولا من سؤال. الله يبارك فيك يا ابو القاسم، ونشكرك على هذه النقطه هذه. ولكن عندي جمله من الاسئله لك وجاوبنا بها عادي جدا يعني. اصبر تشوف، كاين واحد لازم ياخذ بلوك، ما فهمتش علاه لي موديراتور. اسمح لي يا ابو القاسم، اسمح لي 2 ثواني برك. ايوه انا قبضتك. المهم شوف، سؤالي الاول لك ابو القاسم، السؤال الاول لك، شوف في موضوع، نبداو من الاخر. واش هضرت انت في الاخر؟ الامم المتحده لما تعطي حريه للمراه، النظام هذا على بالي راح لو نقول لك يا ودي النساء نتاع المسؤولين الجزائريين داين حريه اكثر من النساء في الجزائر وكذا ومنا، راح تقول لي اوكي احنا ما لازمش نقتدوا بهم، احنايا نمتثلوا للشرع. لما نمتثل للشرع، على بالك الامتثال للشرع وشنو هو؟ على بالك وش هو الامتثال للشرع؟ الامتثال للشرع انك تثبت رجولتك. علاه انت تحس رجولتك انها تزعزعت لما المرأة تدي حرية؟ اوكي يدي حريتك، اوكي، ومن بعد ادي حريتك. المرأة اللي ما عندهاش راجل انا وش دخلني فيها؟ المرأة اللي لا تمتثل لشرع الله انا وش هل انت ولي على الناس؟ انت ولي على من؟ ولي على اهلك، ولي على مرتك، ولي على بناتك، ولي على اهل بيتك. انت وش دخلك في المرأة؟ ادي اوكي ادي حرية. اللي موش راجل، المرأة لازم هي اللي تكون ولية عليه، المرأة هي اللي تكون لازم شيكورة عليه، لأنه هو موش راجل، يحتاج من يرعاه. شكون اللي يرعاه؟ يرعاه من هو أرقى منه فكرا وأرقى منه توجها ويعرف كيفاش يسيره. اوكي معليش المرأة انت اللي تسيرك لأنك انت ماكش راجل. أنا نعرف سلفية باللحية، ناس سلفية باللحية، قسما بالله العلي العظيم يا خوتي، والله نساؤهم سلفيات بالجلباب وبالنقاب وكذا منا.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله العلي العظيم، أسأل الله أنه تصيبني قوانين الأمم المتحدة وما تصيبنيش قوانين السلفية الطحاحنة المرخص. حاشاك بعضهم، يعني حاشاك أخي أبو القاسم وحاشا إخواننا السلفية. والله العلي العظيم تقول له أعطيني دليل شرعي أني نخدم يماك، أعطيني دليل شرعي أني نخدم يماك. تخيل يماه تجيه للدار مرته والله ما تحط لها قهوة. نعرفهم قسما بالله، نعرفهم سلفية ومرته بالجلباب والنقاب سلفية يودي العلم الشرعي، والله ما تحط الماكلة ليماه وما تحط لهاش قهوة وتقول له أعطيني الدليل الشرعي أني نحط لك قهوة ليماك. انتوما تمتثلوا للدليل الشرعي، ولما تجيك الأمم المتحدة تقول لك حقوق المرأة ومن تقول حقوق المرأة وكيفاش حقوق. اوكي، لما السلفية اللي بالنقاب والجلباب تجيب لها يماك مريضة للدار وتقول لها يا ودي يما هذه ما نقدرش، ما عندي وين نديرها، تقول لك اعطيني الدليل الشرعي اني نخدم لك يماك، تقول لها لا والله ما عنديش دليل شرعي ولكن ديري فيا بليزير خدمي لي يما. هنايا لا، هنا تشوفوا بأن المرأة من حقها تطلب دليل شرعي، ولكن لما الأمم المتحدة تعطيها قانون تقول لا الأمم المتحدة كافرة، الأمم المتحدة كفار مشركين، لا تمتثلوا للأمم المتحدة. يا ودي ما نحتاج الأمم المتحدة وما نحتاج الدليل الشرعي. أنا نعرف واش ربيت ونعرف واش تزوجت. أنا كي نتزوج مرأة تخدم مرتي وتطيب لي وتغسل لي حتى رجليا، لأنه أصلا ماهوش أنه نضربها ولا أصلا لأنها تحبني وتعرفني باللي راجل وزعيم، وتخدم لي مرتي لأنها تعرفني بأني زعيم. مرتي ما تحتاج لا الأمم المتحدة لا للدليل الشرعي لا والو، تخدمني بمحبة وتخدمني بعشرة زوجية، لأنه أصلا تعرفني أني نصلح أني نكون عشيرها إلى أن تقوم الساعة. ما نحتاجش أنا الأمم. انتوما شغل تشوفوا المرأة بأنه راح تمتثل للقانون وراح تهرب عليك. إلا هربت عليك مرتك وامتثلت للقانون انت ماكش راجل، ربي يسهل عليك. هذا هو جوابي ليك خويا العزيز. أنا ما لقيتش كيف نجاوبك، أقسم بالله. جاوبنا أبو القاسم، تفضل. نغلق المايك، تفضل. الأخ سيد أحمد، شوف المسألة اللي ذكرتها من بعض الناس اللي عنده تنطع، يعطيني دليل شرعي لكي يخدم أمك أو هذه الأمور، هذه موجودة منذ القديم ولا تزال موجودة. القرآن لما نزل حكى على اليهود وش كانوا يديروا من تنطع وش كانوا يديروا من أشياء، ومع ذلك بقي شرع الله شرع الله. المرأة ليس لها أن تسافر بغير محرم، هذا أمر ثابت لا يغيره هذه الأشياء. إنما الناس اللي والله شوف عندها أمراض. شوف راح نزيد لك وقتها، والله يا خوتي راكم مشاهدين، والله غير نزيد لك وقت قسما بالله وما نقاطعك. شوف، وهذه المسألة نسيتها، نتاع تسافر بدون محرم وكذا منا. أخي فاضل، شكون المرأة اللي تسافر بدون محرم يعني؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، المرأة لما في 2025 مرأة ساج فام ولا مرأة في المستشفى ولا مرأة يعني مرأة اللي تصلح للمجتمع. احنا نتكلموا على القانون اللي الناس اللي على بالك المرأة مضطهدة من على بالك شكون هي المرأة الحقيقية المضطهدة؟ أصلا المرأة المحافظة اللي تمتثل لقانون الأسرة، تمتثل قانون القرية، قانون العرفي، عمومها خوالها تخاف منا. لأنه أصلا احنا ماناش نتكلموا هنا على العاهرة والخامجة اللي أصلا ما هي سامعة حتى بواحد وتروح وتحوس وتدور. احنا نتكلموا على المرأة المضطهدة. هذه المرأة اللي تحب تخرج. علاه تحب تخرج؟ المرأة اللي تخرج باش تنقذ روح مسلمة، مرأة طبيبة مهندسة راح تقرأ، راح تستفيد من علم. ورا الإشكال في ذلك. والمجاهدات اللي كانوا يمشوا مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، مجاهدات كانوا يروحوا يطيبوا للمجاهدين ويخرجوا في سبيل الله.
يعني هذا النساء المسلمات هذم اللي خرجوا في زمن الصحابه وفي زمن السلف، يعني كانوا خامجات مثلا يمتثلوا الامم المتحده. يعني شحال روح اقرا ابن عساكر، ابن كثير، الذهبي، روح اقرا تاريخ الاسلام تلقى يعني كثير من النساء اذكرهم التاريخ ما كان عندهم لا محرم لا واحد معاهم لا والو، وذكرهم التاريخ وكانوا في قلب الرجال. تفضل واسمح لي وخوتي اشهدوا، راح نزيدوا 2 دقائق واكثر كاع. تفضل. طيب يا سيد أحمد، أول اللي ذكرتهم لا يوجد ولا واحدة فيهن سافرت بدون محرم. الصحابيات اللي شاركت في الجهاد، ومش ما معنى شاركت في الجهاد مش الناس تكون في الصور مش حملت السلاح وقاتلت، لا. بعض الصحابيات ذكر أنها كانت تطبب الجرحى إلى غير ذلك من الأمور. المهم كلهن كان معهم محرم. فاحنا ما عندنا مشكل مرأة تسافر وكذا، المهم معها محرم، إن شاء الله تروح حتى القطب الجنوبي، يعني ما في إشكال. أما قضية القول أن الصحابيات كن يسافرن بدون محرم هذا يحتاج دليل، هذا غير موجود ولا في كتاب من كتب السنة. أنا أقول لك المسألة هذه غير موجودة أبدا. طيب نرجع لك للموضوع. قلت لك أنت لك تقول لي المتربية واللي يعني عندها أصل واللي أبوها عرف يربي لا تحتاج قانون صيداء ولا غير قانون صيداء، وهذا كلام حق. لكن الشريعة مش موجهة للناس الأتقياء، الشريعة موجهة للناس عامة على اختلاف طبائعهم. فأنت كي تجيني الدستور وقانون موجه للشعب كامل، الشعب يمكن أن يجهل، يمكن أنه يمارس عليه التجهيل، يمكن أنه يمارس عليه الفساد. أنت عندك مثلا مقاطع كنت تتكلم فيهم على بن سلمان كيف أفسد الشعب السعودي، كيف أفسد الشعب السعودي بما وفر له من أمور وملهيات وكذا وقوانين وأمور. فبالتالي الشعوب هذه يمكن إفسادها عادي، يعني دي مش ملائكة، يمكن إفسادها أو يمكن إصلاحها أيضا. فإحنا عندنا قانون موجه للناس. أنت عندك هذه الاتفاقية مثلا لما جت في 96 وبدأت تطبق بشيء بالنزر اليسير، يعني قوتا قوت، يعني بالقطرة قطرة. دير المقارنة بين سنة 96 والآن في وضع المرأة وأحوال الأسرة وكذا، وانظر النتيجة. الشعوب تغيرت، الشعوب تتغير. يعني الناس اللي راهم عايشين الآن ليس هم اللي كانوا عايشين في ذلك الوقت. يعني الأسرة الآن وضعها أسوأ بكثير، المرأة الآن وضعها أكثر خلاعة بكثير. فبالتالي احنا نتكلم أخص الكلام يكون عنده نوع من العمق. أنا أقول لك قانون موجه لشعوب هدفه مسخ دينها تحت مسمى حرية المرأة، ما نجيش نناقش على بنت فلان التقية وفلان العابد الزاهد وفلان صاحب الأخلاق الراجل الأرجاز وكذا. لا، احنا نتكلم على شعوب هذه نعم توفر لها وسائل الفجور تفجر، توفر لها وسائل التقوى تتقي. شيء أخير نختم به باش نعطيك يعني الفرصة. شيء أخير نختم به يا سيد أحمد، احنا لما نتكلموا على هذه القوانين وانت تقول لي أن هذه السفر بدون محرم تسميها ليس من الدين، لا يجب أن يسمى حرية. ما دام تقول هذا ضد الدين وليس من الدين، لا يجب أنك تسميها حرية وتقول هؤلاء يجيبون الحرية. لأن تغيير المصطلحات من أعظم وأخطر الفتن. إبليس لما دل آدم عليه السلام على شجرة الخطيئة قال له شجرة الخلد وملك لا يبلى. في ثقافة النصارى يسموها شجرة العلم. فأنا عندما تدلني سيداو على الانحراف الأخلاقي وتدمير الأسرة لا ينبغي أن تسميها للحرية. احنا لسنا ضد حرية المرأة، حرية المرأة مكفولة في الإسلام، كذلك حرية الرجل، كذلك حرية الطفل، لكن كل هذا عند بضوابط ربانية. كلنا عبد لله ذكر أو أنثى. فبالتالي لما تشوف قانون موجه للمرأة لإذعارها على زوجها وعلى أبيها ولهدم الأسرة، ثم واحد يسميه حرية ويزيد فوقها يقول أن الحرية تأتينا من الأمم المتحدة، لا، هذا خطأ واضح منك في العبارة. وهذا الخطأ يتلقاه الشباب ولا يتلقاه واحد راح يتشرب العلمانية من غير أن يشعر، حتى لو أنت لم يكن هذا قصدك. فإحنا مسؤولون عن عباراتنا، يعني حتى لو النية حسنة لو كان ما تحسنش العبارة ستفسد من حيث أردت أن تصلح. يعني هذا الذي أريد أن أقول لك، وهذا أصلا سبب هذا الكلام اللي بيني وبينك، أننا نعرف وش نقوله الأخ سيد أحمد. حتى لو جهودك طيبة وكذا في إنكار على الظالمين وفضحهم وكذا ما عندي مشكلة، لكن لا بد من التقويم أن هناك بعض المصطلحات خطيرة تغير الحقائق. قضية تسمية هذه الاتفاقية أنها حرية وأنها يأتينا الحرية من الله. شيء آخر أعتبه عليك، هذا عتاب، أنت ماذا قلت يعني تكلمت بلطف جزاك الله خير، فأنا أيضا عندي عتاب. كيف تقول بولحية في فيديوك
وهذا الكلام سيتلقاه الناس ويجملون كل من عنده لحية، انه انت تميز بين المدخلي وبين غير المدخلي. وبو لحية اصلا بنادم، تلقى واحد رخيص وواحد راجل عادي يعني. بو لحية هذا فيه واحد راجل وين تحطه تلقاه، وفيه واحد رخيص، لانه بو لحية ما هو الا انسان عنده شعر في لحيته فقط، ما عندها ولا معنى هذه بو لحية. فهذا الكلام ايضا يتلقاه الناس، وتزيد تفسد صورة من يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم باللحية في المجتمع أكثر مما راهي فاسدة أصلا. هذا وجزاك الله خير. أنا أظن يعني هذا يعني قد تكون هذه آخر مداخلة عندي يعني إن شاء الله. لا 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 لا، مستحيل 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 أنها تكون آخر مداخلة، لأنه فيها يعني طوام المداخلة تاعت أنا التزمت الصمت. على بالك علاه التزمت الصمت؟ لأنه حبيت نثبت للناس. شوف، آخر حاجة اللي هي بولحية، خوتي شوفوا في التعليقات ذكروني على النقاط اللي ذكرهم باش نرد عليهم. شوف يا أبو القاسم، شوف يا أبو القاسم، على بالك الناس مساكن يحبوكم، والله الناس يحبوكم والناس يثيقوا فيكم. ولما تكون تكلم على بالك الناس من اصدقاء يكتبوا لي في تعليقات استعرف يا سقلبه، استعرف راك غلط، استعرف راك غلط. بالرغم من انك انت راك تضرب ضرب عشوائي، راك تيري برك على بالك. قسما بالله. شوف نبدا لك باول حاجه. على بالك باللي الناس ردوا عليك في التعليقات في المجاهدات اللي جاهدوا واللي خرجوا من السلفيات، من التابعين والسلفيات والصحابيات اللي خرجوا بدون محرم وجاهدوا في سبيل الله بدون محرم، وما كان معهم حتى راجل سيد أحمد من نساء المسلمين. هذه أول مرة نقاطعك على كل حال. أنا قاطعتك أول مرة نقاطعك في البث. نعم قاطعتني مرتين، أنا أريد نقاطعك مرة. تفضل. المجاهدات والمجاهدين المسلمين بشر يعني يقدروا يغلطوا صح، مش معصومين. فلما نقول لك واحد مجاهد اخطا مش معناها انه يعني احنا مش معناها انه ما يصلح. خليني نعطيك الزبده. على بالك وش هي الزبده؟ اسمع بافعال الناس من غير النبي لا يصح. خليني نفهمك. على بالك انت راك ذكرت نقطه مهمه جدا. يتسمى كي تخرج المراه في غزوه في سبيل الله، تراك تشوف فيها غلطه؟ مرأة ماهيش غلطه. ما خرجتش من غير محرم. ما خرجت من غير محرم. اسمع شوف اصبر دقيقه تبع معايا. اسماء بنت ابي بكر ام عطيه الانصاريه شاركت في 7 غزوات. نسيبه بنت كعب حملت السيف في غزوه احد. يرحم بابك، نسيبه بنت ابي كعب كي حملت السيف في غزوه احد بدون محرم وخرجت تجاهد. يا رحم بابك، كاين واحد الامر ما نذكروش هنا ديجا جانا سينيال. اسمع طيب سيد احمد خليني نكمل لك ما تهربش. مانيش هارب يا اخي. اسماء بنت من؟ عاود لي غير الاسماء برك. هام ليك يا اسماء يا كاين. على بالك باللي لو كان نبدا نجبد لك في اسماء بنت من والتابعين اللي خرجوا. اعطيني غير جاوبني الله يجزيك. اسماء بنت من؟ شوف كاين اسماء بنت ابي بكر. وابو بكر وين كان؟ كان غايب عن الغزوه تلك. لا اسماء ذات النطاقين كي خرجت من دارها استأذنت انسان. وين كان ابو بكر يعني؟ وين كان يعني؟ خرجت بمحرمها ياك جابت الصحراء. اسمع يا ودي رفد الزبده يا رب العالي. على بالك على اسمع اسماء بنت ابي بكر الصديق لم يعني معليش. تفضل ياك انا ما قاطعتكش. هاو قدام 2700 ولا 800 بنادم انا قاطعتك ياك 5 دقائق وانت تهضر ما قاطعتك ما والو. اسمع خلاص تفضل معي. انا ظننت ما عندكش مشكله. اسمع قيد. انا ما نحتاجش نقيد في الورقه ولا ستيلو، انا في راسي نقيد نورمال. انت الا عندك ورقه وستيلو قيد واش راني نهضر. لكن قاطعتني عاشك زعفان. قاطعتني ولا ما زعفتش؟ عادي هضر معليش. هيا روح نزيدك معليش دقيقه. روح تفضل. روح عندك دقيقه. روح تفضل. وش حاب تهضر؟ طيب انا اللي يعني حاب نقول لك لا تستدل بهذه الصحابيات لان كلهن مع محرم، واللي ما كانش مع محرم باذن محرمها، باذنه يعني برضاه. فهمت؟ فانت تقولي اسماء بنت ابي بكر وشغل ابو بكر كان راقد يعني ما كانش معهم في فهمت؟ فهذه ذكرتهم لا يصح الاستدلال بهم. تفضل. هذا اللي حبيت نقول لك فقط يعني.
على بالك باللي يصح الاستدلال بهم، على بالك علاه، على بالك علاه، لأنه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها والصحابيات اللي خرجوا في الغزوات، وأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين اللي كانت رافدة الماكلة وديتها الغار حراء، للغار اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. لما خرجت بإذن أبوها، ما خرجتش بإذن أبوها، قالها باباها جيب لنا الماكلة، حتى وين قالها خرجت جابت الصحراء بدون محرم. على بالك على خرجت لهدف. المرأة اللي تخرج من دارها في الجزائر ولا في الدول الإسلامية ولا في الدول العربية ولا وين راهي خارجة؟ المرأة لو كانت تدي وليدها للبارك تلعبوا في البارك راهي خارجة لهدف، كما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها خارجة لهدف. تحتاج محرم؟ ما تحتاج محرم. ايه مرتي تخرج تدي وليدي تلعبوا في البارك وتعلموا كرة القدم وكذا ومنا، ومن بعد وراه المشكل. ايه خارجه بدون محرم وتلعب لي في وليدي، اوكي، كما اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها. اسماء كانت خارجه لغايه، الطبيبه خارجه لغايه، الاداريه خارجه لغايه، المهندسه خارجه لغايه، العاهره فقط الخامجه اللي خارجه من دار غير الرجال. ربي يسهل عليك، انت ربيت خامجه، انا واش دخلني فيك؟ خارجه باش دير كاش حاجه ماشي مليحه، انا واش دخلني فيك؟ انا نربي كيما اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها. انا نربي مراه اللي تخرج من الدار تروح تخدم طبيبه، تروح تخدم مهندسه، تروح لغايه باش تزيد في المسلمين وتزيد في الامه الاسلاميه وتقدم في الدوله الاسلام وتعاون الجزائر وتكون يعني تنقذ الارواح، مثلا مهندسه، طبيبه جراحه. ورا الاشكال في ذلك، وراه الاشكال في ذلك. انت الى تشوف بانه هذا القانون هذا آه يا رب العالمين يا لي زابا اخوتي راهي تقطع اللايف. او تقطع، اكتبوا لنا في التعليقات راهي تقطع. لا قال لك موشي تقطع. انا كنت نسمعك على كل حال، نسمعك مليح. ايه مانيش عارف انا نكوبي وعاودي. المهم نختصر لك باختصار. صح. اسمع دقيقة برك أبو القاسم، دقيقة برك، جاتنا أبل ماشي معناتها إليك الكلمة، يعني خلينا نكملوا الجولة هذه ومن بعد ربي يسهل عليك أهدر واش حبيت. رب العالمين. اصبر دقيقة برك. خوتي جاتني هذيك تاع جاتك أنت أبو القاسم؟ جاتك السينيال الأحمر؟ وش هي اللي جاتني؟ والله مانيش، ما نعرفش التيك توك بزاف يعني، ما نعرفش التيك توك بزاف يعني. المهم نسلك برك تكبيس وبارطاج الله يستركم. جاتنا هذيك العفسه الحمراء هذه. المهم مانيش عارف واش درت والله، ما على بالي، رفت يدي ولا. المهم خويا ابو القاسم، خلاص معليش عيا، خلاص نختم. والله كنت حاب نكمل في التدخل. خويا ابو القاسم، انا معليش اعطيتك اثر واعطيتك مثلا قصص من صحابيات وخرجوا من ام عطيه خرجت بدون محرم ورفدت السيف وكذا وجاهدت في سبيل الله وكثير يا ودي. والله لو كان نبدا نجبد لك دركها في امهات المسلمين اللي خرجوا وذكرهم التاريخ وكذا، يا ودي والله ما يخلصوا كاع بدون محرم وفادوا الاسلام وكان لهم اثر. درك انت لما انتقدتني في واحد الكلمه، انا نتمنى تجاوبني عليها. جاوبني على هذه الكلمه يا رب العالي يا ابو القاسم، يرحم الله والديك، الله يرحم البطن الذي حملك. جاوبني بدقه على هذا الكلام هذا. انت تفضل مثلا فتاة عاقة لوالديها وتحب الحرية والخرجات ويكون عندها بوي فريند وتروح تحوس وتدور. انت تفضل انه الطفلة يكون عندها بوي فريند في الجزائر ولا تركب بوطي وتروح لفرنسا ويكون عندها بوي فريند؟ انت راح تقول لي لا انا نرفض
انها يكون عندها بوي فريند في الجزائر، وربي سهل عليها الا ركبت البوطي وراحت دارت لجوء في فرنسا وقالت بانه انايا ما يعطونيش حريتي باش يكون عندي بوي فريند، وانايا ما نحبش نتزوج ولازم يكون عندي صديق وكذا ومنا، والحريه في التنقل، نبات وحدي ونسهر وكذا منا، ما يخلونيش في الجزائر، نحب ندير لجوء عندكم في فرنسا ولا في اسبانيا، اعطوني اللجوء لاني ما عنديش حريه في الجزائر وما عنديش قوانين. بصح فرنسا واسبانيا يقولوا لها لا لا خلاص الجزائر ولا عندها الحريه باش يكون عندك بوي فريند وتروحي تسهري وتروحي تباتي وحدك وكذا منا. سؤال مطروح هنايا، علاه انا وانتايا ما نناضلوش انك تكون راجل قادر تكون اسره، كون اسره، ماكش قادر ما تكونش اسره، ماكش قادر تكون اسره ما تكونش اسره، من بعد بنتك تركب في البوطي وتروح تطلب لجوء في فرنسا ولا تطلب لجوء في اسبانيا، ولا بنتك تروح تبات لك في لي زوتيل وتروح تسهر وتخماج وتجيك اونسانت وكرشها خارجه ومنا. يا خويا ماكش قادر ما تكونش اسره. تفضل خويا ابو القاسم، اسمح لي تفضل. طيب جزاك الله يا اخوان، شوفوا اكتب في الانترنت المسافه بين مكه وبين غار ثور اللي راحت له اسماء رضي الله عنها، ستجدها كأقصى تقدير 3 كيلو أو 4 كيلو. يعني ما ليس سفرا أصلا، هذا ليس سفرا أصلا. احنا نتكلم على السفر بدون محرم. جيب قضية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما اللي وصلت لأبوها بعض الأمور وهو أصلا ليس سفرا، ما له علاقة هذا. ثم أصلا هذا بإذن أبي بكر الصديق، يعني هي كيف عرفت أصلا أنه في الغار الفلاني؟ بالنسبة لما ذكرت من الصحابيات، أنا أقول يا جماعة الخير وأمامكم وسائل البحث، لا يوجد صحابية سافرت بغير محرم. وعلى فرض أنه وجد، راح نتنزل على فرض أنه وجد، احنا ماذا قلنا يا جماعة في الأول؟ قلنا السفر دقيقه بدون برك محرم يكون، بخيت نكمل هذه برك المصطلح برك هو وكمل فيها. اصلا المراه يجوز لها تخرج بدون محرم من بيتها؟ يجوز، نعم. روح تفضل، روح كمل. هذا أمر معروف. تفضل روح. الذي لا يجوز لها أنها تخرج بغير إذنه عند الجمهور يعني اتفق الفقهاء طيب خليني نكمل بارك الله العلم انه المراه تخرج عادي وتروح تحوس وكذا منا، مثلا تروح من باب الزوار، تروح للتافوره ولا تروح طيب. وش يعيطوا لها الاسطوالي وحدها نورمال عادي. طيب. يعني يا جماعه الشريعه قالت السفر بغير محرم، ما قالت الخروج بغير محرم. كان فرق السفر انت تسافر من مكان لمكان، اما في المدينه ما في ولا طيب جاوبنا على يا اخي خليني نكمل. خلاص خلينا من المساله هذه، روح جاوبنا. خليني نكمل انت، خليني نكمل. اني سكت، روح تفضل. السفر بغير محرم لا يجوز، وان جاز على التنزل فهو فتوى خاصه في حالات خاصه للضروره فقط. والصحابيات لا يوجد من سافرت بغير محرم، وإن وجد ولن تجد هذا بسهولة ولن تجده أصلا، ستجدها في حال الحرب. نور الناس بالأدلة نعم. الشرعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طيب خليني نكمل. نور الناس بالأدلة. خليني نكمل من فضلك، خليني نكمل. يعني الناس هنا هذه المرة إذا قاطعتني سأنسحب. باش هنا في التعليقات يغزو الصلاة والسلام على النبي. يا إخوان أنا أقول شيء، نكثروا من الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. بارك الله فيك. قل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت قبل قليل كذا وكذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة ما خير الأعمال للمرأة؟ قالت: أن لا يراها الرجال ولا ترى الرجال. قال: والله إنك لبنت رسول الله. فيا إخوان السفر بغير محرم شيء ثابت ومعروف. السفر بغير محرم من السنة أو من كتاب الله. شيء آخر نختم به سألني عليه سيد أحمد، يا ودي الله يبارك فيك، قلنا السفر بدون محرم. دليل السفر بدون محرم. يا أبو القاسم أعطينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر بدون محرم، دليله من السنة أو من الكتاب. طيب أنا أسألك سؤال واحد، راح تخليني نتكلم ولا لا؟ لا تفضل. إذا راح تتكلم راح نغلق المايك، خليك. لا تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير محرم. خلاص. طيب الآن خليني نكمل بارك الله فيك. فاللي ذكرته لا يوجد صحابية سافرت بدون محرم.
باش نكونوا في الصورة. هذا تقريبا خلاصة ما ذكرت. بالنسبة قلت لي هل ترضى ابنتك تروح وكذا وتروح تدير بوي فريند في أمريكا ولا في إسبانيا وكذا؟ شوف، أنا لو كنت أسمي اتفاقية صداع حرية لرضيت لابنتي هذه الحرية أنها تروح تدير بوي فريند. فلست أنا من يسأل هذا السؤال، اللي يسأل هذا السؤال من يعتقد أن هذه الأشياء حرية، هو اللي عليه أن يسأل هذا السؤال. أنا أكتفي بهذا. جزاك الله خيرا على سعة لا الصدر. لا لا لا، انتظر انتظر انتظر. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسافة كم؟ تسافر مسافة يوم وليلة تقريبا الحديث. يوم وليلة بغير محرم. نعم. والله الذي لا إله إلا هو، قسما بالله العلي العظيم، والله نعطيك نوازل على المسلمين، يعني